ميه معدنيه ملوثه بمياه الصرف الصحي. كلكم شربتوا ميه بالكيكو. ندخل بقى على ميه الحنفيه. طريق السلامه. مرجعتنا في الحلقه دي هي المواصفه القياسيه المصريه. واعتمدنا في التحاليل بتاعتنا على 3 محاور رئيسيه. تحليل الميكروبيولوجي بيشوفوا العد الكلي للبكتيريا، بيشوفوا البكتيريا المسببه للمرض من العد الكلي. عشان بيقولوا كلمة حق، عشان زعلوا رجال أعمال كتير، عشان طلعوا علي اللي نشوف فيه السرطان والمية المعدنية اللي بتتباع ببيت مجاري، وزعلوا رجال أعمال بيكسبوا من الحاجات دي. أنت تعرف يا صديقي اللي 3/4 الشعب المصري عنده حصوة على الكلى؟ أنت تعرف يا صديقي اللي إحنا بقى بيجي لنا فشل كلوي أكتر ما بيجي لنا برد؟ أنت تعرف يا صديقي اللي 3/4 بيجي لنا مرض الكبد، فيروس سي، بسبب المياه والحاجات الغذائية اللي هما بيعملوها؟ أنت مستغرب ليه؟ انت عندك 3/4 المياه المعدنيه في مصر زي مياه الحنفيه، ومفيش رقابه عليه. عندك اللانش بيقول لك بيدخل فيها امراض سرطانيه. عشان العيال دي طلعت قالت كلمه حق، ورجال اعمال كبار لهم هدف ومكاسب بالحاجات دي، زعلهم دخلوهم السجن وعلى البركه. اللي بيقول الحق بيتاخد يا صاحبي. العيال بيبقى مولود لسه عنده 20 سنه، شاب عنده 20 سنه وتلاقي عنده حصوه على الكلى وجنبه وجع على طول، بسبب اللي هو بيشربه واللي هو بياكله.